اهلا بيكم على قناة اصول. حلقة جديدة وتغطية جديدة من ضمن التغطيات اللي بنقدمها لحضراتكم، وخصوصا مع كبرى الشركات العقارية في مصر، الشركات اللي كان ليها تأثير وما زال ليها تأثير. كل فترة بنعمل لقاء مع شركة علشان الناس تستفيد من خبراتهم وتجاربهم وافكارهم المستقبلية وكل المشاريع اللي بيقوموا بيها. احنا النهاردة في مقر شركة من اكبر الشركات العقارية في مصر، شركة عمرها تقريبا 27 سنة، أسسها الكابتن خالد الفيزي من 27 سنة. النهاردة بنستضيف مدير مبيعات الشركة مستر خالد سليم. مستر خالد، أنا سعيد جدا إن أنا معاك النهاردة. أهلا بيك، منورنا وأنا أسعد جدا بيكم. أولا إحنا متشكرين جدا إنك سمحت لنا نشرفكم في شركتكم ونكون موجودين معاكم النهاردة، وبنشكرك على حسن الاستقبال. أهلا بيك، منورنا بجد. كلمني الأول عن تاريخ بقى الكابتن. يعني شركة الكابتن هي متأسسة من سنة 1993. بدأها الكابتن خالد الفيزي عبارة عن سيبريت عماير صغيرة. ابتدى الموضوع يتوسع معاه أكتر. أعتقد إن هو تقريبا باني نص مدينة نصر ما شاء الله، غير بعض المشاريع في مصر الجديدة، في الشروق، في العجوزة، في الساحل الشمالي، في راس سدر، في العاصمة الإدارية، المشاريع الجديدة بتاعتنا، العين السخنة. وما زلنا اللي احنا بندور على فرص استثمار اكبر واكبر لحد ما نوصل يعني لاعلى محفظه اراضي معانا ان شاء الله باذن الله. مستر خالد، يمكن كلنا ملاحظين في السوق العقاري المصري ان في تغير في شركه الكابتن في الفتره الاخيره. كلمني ايه اللي حصل يعني؟ هي الفكره ان الشركه بقى لها 27 سنه في مجال الكونستراكشن، او بمعنى اصح ان هو كنا واخدينها فكره كونستراكشن، مش القصه اللي احنا شغالين بيها حاليا كديفلوبر، اللي هو النقله من كونستراكشن لديفلوبر. هو موضوع حابب بس اوضحه عن الشركه 27 سنه هي بتبني بس. تمام. ومن المدارس القديمه ان احنا كنا نبني وبعد كده نبيع. فدلوقتي الموضوع اختلف تماما مع دخول العاصمه، مع دخول مطورين محترمين كتير في المجال. ابتدينا نفكر ازاي هنوجه الفكر بتاعنا من كونستراكشن ونضيف عليه التطوير. ممتاز. هي دي الفكره اللي احنا بدانا فيها من 1/4 السنه دي، والحمد لله يعني شايف ان احنا معدل المبيعات اتغير معانا، اختلف معانا تماما. الشركه والبراندنج بتاعها، لا كل حاجه اعتقد بالبلان اللي احنا كنا عاملينها اتغيرت تماما للافضل. في الفتره الاخيره شاركتوا في معارض كتير، يعني كلمنا عن اهم المعارض تقريبا اللي الشركه شاركت فيها. طبعا هو ما ينفعش اقول عليه معرض، هو اسمه شو، عقار شو. تمام. وطبعا من اهم المعارض اللي دخلنا فيها السنه دي كان معرض ذا انفستور، وده كان من اقوى المعارض. والحمد لله سواء عقار شو او ذا انفستور حققنا فيهم نسبه مبيعات عاليه جدا. تمام، الحمد لله بفضل ربنا. ومستمرين ان احنا بندور على اصحاب الفكر الجديد مع فكرنا اللي احنا بنفكر بيه بطريقه مختلفه شويه. عايزين نطلع بره ان احنا يبقى عندنا فكر واحد او قصه التقليد. فاحنا ايه الجديد اللي ممكن نضيفه للمجال؟ ايه الجديد اللي احنا ممكن نضيفه كمنظمين معارض، كشركات بروكر، كشركات تطوير، عشان نعلى بالمجال؟ افكار خارج الصندوق بالزبط، غير الافكار التقليديه اللي كل الناس بتعرفها وبتعملها. وصلنا لكل الافكار تقريبا في البيمنت بلان، الخصومات نفس الكلام، جنيهات الذهب، العربيات. فاحنا عايزين حاجه فعلا جديده بره الصندوق، زي فكره عقار شو، ان العميل قاعد وشاف قدامه كل الشركات، ايه العروض وايه الشركات اللي هو يقدر يثق فيها. بلس كمان ان الدوله دعمت الموضوع ده بموضوع 30%. تمام جدا. تمام. فدلوقتي اصبح ان الحقيقي المطور الحقيقي اللي هتقدر تخش معاه وانت ضامن استلامك، الناس اللي بتبني على ارض الواقع فعلا، مش مجرد اللي انا هنزل اعمل بروباجندا ان انا عندي مشروع. طيب اوكي مفيش مشكله، بس انا عندي اهم حاجه العميل مش المبيعات. انا لو حطيت عندي العميل بتاعي رقم واحد في استلامه، رقم واحد في الفاسيلتيز اللي انا بقوله له هيستلمه وهيلاقيه، انا تخطيت حاجز مبيعات انا ما كنتش عامل حسابه اصلا. لان العميل دايما بيدور على المكان اللي فيه الثقه، اللي هيحط فيه فلوسه وفيه مصداقيه، ويبقى نايم في بيته فيه امان، وانا حاطط فلوسي في المكان ده. انا شايفهم فعلا بيبنوا، شايف الناس دي سلمت اكتر من مشروع قبل كده. فالفكر الجديد ان شاء الله بتاعنا ان احنا هنبقى طالعين بره الصندوق، مش شويه قوي. تمام. وخصوصا ان احنا مركزين في حته المباني. حابب برضه اقول ان شركه الكابتن في التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه ده شغاله في 3 مواقع في نفس الوقت. ممتاز. سمارت مول في العاصمه الاداريه، بلو باي العين السخنه، ده مشاركه مع شركه مارسيليا، بلس زين بي راس سدر.
النسب كام في كل مكان يعني؟ يعني في بلو باي احنا ناقص لنا 10% ونخلص المرحله الاخيره. ممتاز. تمام. واصلين ل 25% في سمارت مول ان شاء الله، مع نهايه شهر 9 اللي احنا فيه باذن الله هنبقى وصلنا ل 31 النسبه اللي مطلوبه. بلس ان احنا في زين بيه معديين ال 35% اللي هي راس صدر. شركة الكابتن ليها شعار محدد او ثابت او سيستم انتوا ماشيين عليه دايما بتقولوه؟ هو في شعار للمرحله ديت لحد 2025 اللي هو it will be number one. ده شعارنا ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. من بدايه احتفالنا يوم 24/9 لحد 24/9 وان شاء الله 2025 هيبقى ده شعارنا. وطالما في فكر وطالما في شعار محطوط بالكلام دوت يبقى اكيد في مستهدف هنسمعه في 2025. في عقار شو بالذات عجبني قوي كلمه الكابتن او كلمتكم، يعني كانت كلمه واضحه ومميزه وزي ما بيقولوا كده رايحه للهدف على طول، ما كانش فيها اطاله، لكن كانت انا شخصيا تابعت كل الكلمات، الكلمه شدتني وخلتني ابقى مستمع جيد يعني. هي فكره عقار شو ان هو شو، انا مش طالع قد برزنتيشن ولا طالع اخطف من وقت الناس دقيقه زياده. انا بالعكس انا طالع على المسرح دوت بقول انا موجود معاكم في عجاله مشاريعي في اللوكيشن 1 2 3، عندي عروضي 1 2 3، انا في انتظاركم موجود. لو حد حابب يتاكد من كل كلمه انا بقولها على المسرح يتفضل عندي. وهي دي كانت سبب الترافيك اللي حصل عندي الحمد لله ونسبه المبيعات اللي اتحققت، لان انا مش طالع او شركه الكابتن بمعنى اصح مش طالع على المسرح عشان نتكلم في برزنتيشن، احنا طالعين نقول احنا هنا ليه بنعمل ايه وورقنا في ايه. ممتاز. القرار اللي اصدره السيد رئيس الجمهوريه او قرار ال 30% ده افاد جدا الشركات المحترمه او الشركات اللي بتشتغل بمصداقيه، لان كان اي حد النهارده سهل قوي انه يبقى شركه في لحظه من غير ما يعمل اي حاجه. ده حقيقي. هي الفكره بس هي بص الناس كلها محترمه طبعا، وكل شركاء النجاح في الداون تاون او في العاصمه الاداريه كلها من مطورين، الناس كلها محترمه، بس هو اللي بيفرق فكر عن فكر او بلان عن بلان. تمام. انا النهارده كعميل او كمستثمر اول حاجه بدور عليها بدور في انا فلوسي ديت هترجع لي كاش باك منها تاني امتى؟ يعني الكاش باك اللي انا مستنيه من الاستثمار بتاعي دوت هيرجع لي امتى؟ على المدى البعيد او المدى القريب، وهستفيد كام وامتى؟ عشان يحصل دوت انا بتعامل على حاجه لسه مشكوك في امرها، لسه ملهاش ورق، لسه ملهاش يعني اي اوراق من الدوله بتقول ان احنا موافقين اصلا على الرسومات الهندسيه ديت على المشروع ككل. وهنا بتيجي المشكله، بيجي العميل ساعتها بيبدا يقلق، يبدا يبقى عنده مفيش ثقه، مفيش متاكد. ايوه مش طبعا متاكد، بيبص لكل المطورين على اول تجربه هو واقع فيها. لا بالعكس، بعد القرار دوت اصبح ان الناس اللي شغاله فعلا واللي اعلاناتها موجوده على ارض الواقع على سواء اوت دور او سوشيال ميديا الناس دي بتاخد موافقات عشان تنزل الاعلانات دي، فبالتالي بقى في مصداقيه ان الناس ديت ماشيه مع الجدول الزمني، وفي ميعاد تسليمك تاكد ان انت هتبقى مستلم اليونت بتاعك مع اي مطور. أزمة كورونا أثرت كتير جدا على التطوير العقاري في مصر وأثرت على مصر كلها يعني، بس الفترة الأخيرة يمكن حاسس إن بدأ يحصل حالة من الانتعاش أو التحرك. يعني رؤية حضرتك إيه لأزمة كورونا في الفترة الحالية والسابقة والقادمة إن شاء الله يعني؟ طيب هو في السابقة يعني ما أقدرش أتكلم عليها قوي، الحمد لله الحظ وسبحان الله الحمد لله والشكر لله كان حليفي فيها. تمام. فلو بصينا لبقيه السوق في التوقيت دوت لا هنلاقي فعلا ان هو كان ده الطبيعي اللي هيحصل، بس اللي ما استغلش التوقيت ده مع السوشيال ميديا ويظهر اكتر ويقول انا موجود، لان الدوله نفسها قالت احنا موجودين وشغالين في عز الازمه. كانت المشاريع بتخلص في توقيتاتها، الكباري اللي كنا بنتفرج عليها بتخلص في توقيتاتها، كل حاجه الدوله كانت عامله لها بلان اتنفذت. فليه احنا كشركات قلقنا؟ بالعكس المفروض ان احنا نضخ اكتر بفكر جديد بره الصندوق. الناس مش هتقدر تنزل من بيتها بس كل الناس في التوقيت ده سوشيال اكتر، سوشيال ميديا اكتر، فكنا الطريقه الاسهل للناس ان احنا نوصل لهم عن طريق السوشيال ميديا، وكان دوت سر النجاح في بدايه فتره كورونا. الفتره اللي بعدها اعتقد ما تعبناش نفس التعب على السوشيال ميديا، لان فعلا السوق ابتدى ينتعش مره ثانيه.
الفتره اللي جايه بقى ان شاء الله إن شاء الله. طبعا دي حاجه في علم الغيب، بس يعني تطلعاتك او رؤيتك كتطلعات طبعا او يعني. كرؤيه على اللي بيحصل على ارض الواقع دلوقتي من دخول الحكومه الفتره الجايه والجمهوريه الجديده في العاصمه الاداريه، لا الموضوع هيبقى مختلف تماما. قد يكون ان النسبه يعني تتخطى مبيعات 2018. يعني ما شاء الله. الاعلى معدل مبيعات كان لحد 2018 لكل الشركات اعتقد. يعني متوقع ان احنا ممكن نعدي 2018 مبيعات الفتره اللي جايه باذن الله، باذن الله، لان فعلا يمكن كان في احجام عن الشراء الفتره اللي فاتت، فده هيعمل ضغط شويه بعد كده. هو كان العميل موجود بس قلقان. خايف، ما هو في احجام، هو خايف يشتري. وخلي بالك برضو العميل دايما بيبقى قلقان. انت في احنا اتكلمنا في كام بوينت العميل المفروض يبقى عنده ثقه غير القلق بتاعه اللي هو من الظواهر الطبيعيه. حاجه زي كورونا دي مش في ايدي ومش في ايده، فالطبيعي احنا بني ادمين فبنبقى خايفين الفلوس دي هطلعها دلوقتي. بس الناس انا بسميهم صيادين الفرص، ودي حاجه مش عيب. هو اللي طلع في التوقيت دوت اللي خد احسن عرض، احسن سعر، احسن توقيت، احسن بيمنت. خلي بالك انا عايز اقول لك ان العميل في انواع كتير جدا من العملاء. في عميل اوريدي هو معاه فلوس وبيشتغل وبيستثمر، وفي عميل بيفكر كل راس ماله كل تحويشه عمره خايف يوديها اي مكان فتضيع، فكل حاجه تروح عليه، فعنده القرار بياخده بحكمه قوي وبصبر يعني. ده حقيقي، هو مش محتاج بقى الصبر في التوقيت ده، لان انت عندك الدوله عامله نظام رادع لاي مطور مش هيخلص مشروعه، وده هيبقى في اي مكان في الدوله، مش على العاصمه الاداريه فقط. تمام. ده بلس ان اصلا الناس خلاص ابتدت تطمن، يعني حتى لو لا قدر الله في موجه رابعه موجه خمسه كل الاحترازات هناخدها، هنشتغل بطريقه مختلفه تاني. بس الصدمه الاولى عديناها، بدانا عندنا استعداد ان احنا اللي هي كانت اتقل صدمه، اللي هو كانت اصلا الموضوع الجديد علينا كلنا. تمام. عديناها الحمد لله، وياما عدينا حاجات كتير جدا، وبرضه هنفضل يعني شغالين. زياده او عدد شركات العقاريه الكتير قوي في مصر بيخدم العمليه العقاريه ولا بيعمل نوع من اللخبطه شويه؟ بص يا فندم، انا وانت دلوقتي قاعدين كل واحد فينا الطقم اللي لابسه فيه اكتر من 5-6 براندات لابسينهم انا وانت. تمام. هل دوت مش فرايتي؟ اكيد. ده اللي بيخدم السوق فعلا، ان انا عندي فرايتي واسع على سكيل اكبر بكتير، بيخدم جوه مصر والمنطقه العربيه كتصدير العقارات. تمام. وخارجيا برضو بقى عندك الرؤيه بتاعت الناس اللي بره اللي نفذوها قبلنا، بس احنا الحمد لله عندنا الفرصه من دهب في العاصمه الاداريه ان احنا نعمل حاجه يعني تعدي في تنظيمها في تخطيطها اي مدينه اتعملت قبل كده. على استكمالا للسؤال، انتوا كشركه الكابتن عندكم استعداد تتعاونوا مع اي شركه؟ مش تعاون معماري، تعاون معنوي، تعاون فني، تعاون اداري، في أكيد تنظيمي. أكيد. في تواصل بينكم وبين الشركات دايما باستمرار؟ اكيد الحمد لله. في الفتره الاخيره يمكن ده ممكن كمان نقدر نشوفه في احتفال الكابتن بمرور 27 سنه يوم الجمعه 24/9 في السبونسر اللي معانا والناس اللي داخله معانا. ده من الشراكات برضو المعنويه او الشراكات في حاجات كتير جدا تكنيكال. فلا اكيد احنا من الناس اللي بتحب ان احنا نبقى في شراكات دايما نستفاد من بعض. احنا كاصول كمان عندنا سعاده بالغه ان احنا بنتعاون مع الكابتن. يعني انتوا كاصول اصلا شرف لينا ان احنا بنتعامل معاكم، فكر جديد بجد بره الصندوق، وهتسبقوا ناس كتير جدا، وانا متوسم فيكم خير جدا. الفكره جديده او معموله بطريقه جديده، وهيبقى فيها شويه سسبنس انا متاكد الفتره اللي جايه من الاصول. فكره ان احنا نبقى راديو عقاري متخصص فقط في العقارات، ده فكره لسه جديده، شايفها ازاي يعني؟ لا شايفها النهارده. بص هقول لك الحاجه، الفكر الجديد دايما في ناس بتقلق منه. طب انا بريسك ليه؟ انا بريسك عشان اشوف انا هعمل ايه. في ناس كتير عملت الريسك دوت ودخلت في حاجه ما اتكررتش قبل كده، وكانت هي الاساس فيها والنجاح كله اتنسب ليها، زي اللي انتوا بتعملوه ده دلوقتي. يعني مستر خالد، الوقت معاك ممتع جدا، وانا عارف ان انت مشغول وعندك حاجات كتير جدا معطلين الناس، لكن شرف لنا ان حضرتك موجود معانا. عايزين نختم بقى بكلمه لكل العملاء في مصر او الناس اللي بتفكر تشتري، وجه لهم رساله عبر قناه اصول. يعني دايما لما حضرتك بتفكر في الشراء اعرف انت بتشتري ليه الاول. يعني انا هدي مثل صغير مش هطول عليكم. انت النهارده بتشتري عربيه، العربيه ديت انت محتاج منها ايه؟
محتاج منها امان، محتاج منها قوه، محتاج منها إيه؟ نفس القصه دلوقتي حضرتك بتشتري العقار بتاعك، لازم اول حاجه تبقى عارف اللوكيشن اللي هتشتري فيه، تمام. عارف الشركه اللي هتشتري فيها، سابقه اعمال الشركه دي عندها مشاريع اتسلمت واتنفذت على ارض الواقع بنفس المواصفات ولا لا. هي دي الحته اللي هيجي لك منها الامان والمصداقيه من الشركه دي. الكلام ده هنلاقيه مع شركات كتيره جدا في العاصمه الاداريه. طيب واخيرا بقى في ظل التحول الرقمي، اخر حاجه الاصول، تحب تقول ايه لشركه اصول وشايف الفتره اللي جايه تبقى ازاي ان شاء الله؟ اول حاجه عايز اقول لشركه اصول من نجاح لنجاح ان شاء الله باذن الله، وانا واثق ان انتوا هتبقوا المنصه رقم 1 الفتره اللي جايه. في النهايه طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا، وكنا سعداء معاك النهارده. ميرسي جدا مستر خالد. يعني كنا سعداء جدا باللقاء النهارده، كان في روح رائعه طبعا. مستر خالد سليم مدير مبيعات شركه الكابتن اللي اسسها الكابتن خالد الفيزي من 27 سنه، واللي هتحتفل خلال الايام بمرور 27 سنه على انشائها، على كل تطوراتها وتحولاتها في الفتره الاخيره ونجاحها في السوق العقاري. احنا بنشكرهم جدا، وبنشكر فريق عمل قناه اصول اللي اتحرك معانا في كل الاماكن. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، تقبلوا تحياتي ونشوفكم على خير.